قول لي، كتشرب الماء اللي يكفيك؟ ما عرفتيش. كتشرب حتى كيجيك العطش؟ في خبارك الا ما شربتيش حتى كتحس بالعطش، هادشي كيعني ان ذاتك عيات صابره وتقهرت ومحتاجه الماء. وبما انك ما شربتيش، الدماغ كيخليك تحس باللي راك عطشان، يعني راك وصلتي ليطاك كريتيك. وسبحان الله، الماء اللي ما عنده لا لون ولا طعم كيدخل في جميع التفاعلات اللي كتوقع في ذاتك، والا كان الماء ناقص ذاتك ما غتخدمش مزيان. وباش تعرف راسك باللي راك فعلا عندك نقص في الماء، غتكون كتحس بالدوخه، ما عارفش علاش، حريق الراس، الريحه خايبه في الفم، حريق الكرش والمصارن، والبوله ديالك اللون ديالها صفر اكثر من القياس، كيشدك الكلاكاج في العضلات، المشاكل في القلب، وهذا الشيء كامل سببه نقص الماء. وانت كتقول مالي شنو واقع ليا كلاباس. مشكل حقيقي، وخاصك تشرب قبل ما تحس بالعطش. العطش اصلا بحال سينيال دالارم، يعني ديجا القضيه حامضه. كاين واحد الدراسه كتقول الراجل خاصو يشرب على الاقل 3.7 لتر كل نهار، والعيالات خاص يشربوا 2.7 لتر كل نهار. وفين هي المساواة؟ الفرق بيناتهم سبابه الكتله وحجم الجسم. وباش نفهموا الفرق اكثر، كاينه دراسه اخرى كتقول الا بغيتي تعرف ذاتك شحال كتحتاج ديال الماء يوميا، ضرب الكتله ديالك في 0.033. مثلا شي واحد كيوزن 70 كيلو، غنضربو 70 في 0.033، النتيجه 2.31 لتر. وكل ما زدنا اكثر كل ما غيكون احسن. وباش ما تنساش تشرب الماء، ياك تليفونك دائما في يديك، ايوا دير شي ابليكاسيون تفكرك، ودير قرعه سبيسيال ديالك، خليها دائما قريبه منك، ووقت ما تشوفها شرب، هي غتفكرك. وشرب الله يحفظك، شرب بزاف.